السلام عليكم صديقي العزيز، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا سيدي جاي احكي لكم على قصه انا قريتها من فتره عن قريه اهلكها الله سبحانه وتعالى على اخرها بسبب كميه الزنا والفاحشه اللي كانوا عايشين فيها. واكتشفت يا سيدي ان قوم سيدنا لوط ما كانوش اخر القوم الفاسدين في الارض، ويمكن اقربهم هي اهل القريه اللي انا جاي اكلمك عليها النهارده، وهي قرية بومباي، واللي كان بيبلغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة. وهي يا سيدي واحدة من المدن الإيطالية، وكانت بتقع على البحر المتوسط بالقرب من مدينة نابلس الإيطالية، وكانت مليانة بالسكان أيام فترة حكم الإمبراطور الروماني نيرون. وهي بتخضع دلوقتي لعمليات ترميم علشان تكشف إزاي الناس دي كانت عايشة، وإيه بالظبط الفواحش اللي كانوا بيعملوها، وإزاي أهلكها الله سبحانه وتعالى من غير ما واحد فيهم ياخد باله. تعالوا نشوف. بس قبل اي حاجه لايك شجعوني بيه، واعمل شير للحلقه، وفعل الجرس علشان يجيلك كل ما هو جديد، واعمل اشتراك لو المحتوى عجبك. ويلا بينا. عاوز اقول لك صديقي العزيز ان بومباي دلوقتي احد المزارات السياحيه الايطاليه بعد ما فضلت في طي النسيان لحد القرن ال18. ولما اكتشفوا اثار بومباي لقوا تماثيل مصنوعه بدقه متناهيه، ولما قربوا من التماثيل دي مره واحده اكتشفوا ان هي مش تماثيل، لقوها جثث متحجره. ساعتها قالوا لك لا، ده احنا ندور على الحوار ونجيب اخره ونشوف الناس دي ماتت ازاي وايه اللي حصل بالظبط. بص يا صديقي، بومباي تم اكتشافها في ايطاليا سنه 74 ميلاديه. كانت واحده من المدن الحضاريه القديمه قبل ما يهلكها الله سبحانه وتعالى، وكانت يا سيدي مدينه غنيه ومتطوره، وكان ليهم العمله بتاعتهم. شوارعهم مرصوفه بالحجاره، وحمامات عامه، ووصلات ميه في كل بيت. وكمان يا سيدي فيها ميناء بحري متطور، ومسارح وفنون واسواق. وزمان كانت كل المظاهر دي ما كانتش بتبين غير حاجه واحده بس، ان الدوله دي غنيه جدا. لكن رغم كل التطور ده كانوا مشهورين بحاجه تانية، وهي الزنا وحب الشهوات. منين ما تمشي لازم تلاقي بيت دعاره. وكمان كانوا مشهورين انهم مثليين، وغير انهم مثليين كانوا بيمارسوا الجنس مع الحيوانات. شفت قرف اكتر من كده؟ لا، وحاجه كمان، ده كمان كانوا بيهاجموا ويستنكروا اللي كان يتستر. القريه ديت يا سيدي كان جنبيها جبل بركاني، مره واحده انفجر البركان واباد القريه كلها. ومعلومه على جنب كده، البركان ده انفجر مره تانية سنه 1974، ومات في الانفجار ده حوالي 19,000 نسمه. وبيقول الباحثين ان الانفجار البركاني سنه 74 كان اضعاف الانفجار التاني، واستمر في التدفق حوالي 20 ساعه. بعد الانفجار الاولاني فضلت المدينه تحت الرماد اكتر من 1700 سنه. وفضلت كده يا سيدي لحد ما لقاها واحد من الباحثين او المهندسين خلال عمله لحفر قناه في المنطقه، واكتشف ساعتها المدينه بعد ما غطتها البراكين. والغريبه بقى انهم لما طلعوا الجثث اللي كانت على هيئه تماثيل لقوا ان الجثث ديت تعبيراتها على نفس الوضع اللي هم ماتوا فيه. بعد ما حل الغبار البركاني محل الخلايا الحيه الرطب علشان تظهر على شكل جثث اسمنتيه. وبيقول عالم الاثار باوليو بيسترون وعالم البراكين جون سيفي ان اهل القريه اتحوطوا بموجه حاره من الرماد الملتهب، بتوصل درجه الحراره فيها الى 500 سيليزيوس، حيث ان هي تخطط اميال لحد الشاطئ. فبتظهر الجثث زي ما هي بعد ما تحجرت الاجساد على الوضع اللي هم ماتوا عليه. فتلاقي اللي نايم، واللي بيلعب مع ابنه، واللي قاعد على الشاطئ، واللي قاعد بيكتب. ولما البركان انفجر ارتفع الرماد دوت لاكتر من 9 اميال في السماء، وخرج منه كميه حميم بركاني كبيره جدا. وبيقدر العلماء ان الطاقه الناتجه من انفجار البركان بيفوق اكبر القنابل النوويه على الارض. ومره واحده الرماد سقط ووقع عليهم زي المطر علشان يدفنهم لاكتر من 75 قدم. وبعد عمل العديد من الابحاث لاكتر من 80 جثه لاهل القريه، لقوا العلماء ان مفيش جثه واحده عليها اي علامه من علامات التاهب او ترقب او حتى اندهاش من اللي بيحصل. وعلى الارجح ان هم ماتوا بسرعه شديده جدا من غير حتى ما يستوعبوا ايه اللي بيحصل. طيب عرفنا منين ان اهلها كانوا فاسدين ويستاهلوا كل اللي حصل لهم؟ زي ما قلنا في الاول ان القريه كانت غنيه، وكانوا بيسجلوا كل اللي بيعملوه على الجدران والرسومات، زي ما كانوا بيعملوا الفراعنه. كانوا بيرسموا الرسوم الاباحيه على جدران المنازل مثلا. حتى بعض علماء الاثار بيعتقدوا ان فن الخلاعه اتنشأ وكانت بدايته من المدينه دي. ودلوقتي يا سيدي بعد ما اصبحت المدينه مزار سياحي للسكان، تخيل كده بيحظر على الاطفال او اقل من 18 سنه دخولها، وده بسبب الرسومات اللي فيها. وانا بكلمك على ايطاليا، بلد اوروبيه عندهم عادات وتقاليد مش عندنا. فتخيل الموضوع عامل ازاي. المدينه ديت محدش يدخلها اقل من 18 سنه في مدينه اوروبيه. فتخيل معايا كده بشاعه المناظر فيها هتبقى عامله ازاي. ومعلومه كده على طرف دماغك، زار المدينه ديت الملك فرانسيس الاول لحضور معرض العلوم والفنون لمومباي مع مراته وبنته، وهو كان من محبي الفنون والتحف سنه 1819. فنون جريئه ومخالفه للاداب العامه.
طيب ايه يا شباب اللي خلاني احكي الحكايه دي واذكركم بقوم لوط وقريه مومباي وافعالهم وازاي اهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ ان ظهر مؤخرا دعوات بقبول هذا الفعل الشاذ من البشر، وكمان الجهر بيه بدون اي خجل، ورغم ان ده ضد الفطره البشريه في جميع الاديان السماويه، الا اني بلاحظ بعض الشاذين فكريا بينادوا باباحه عمل الشاذين جنسيا، وده لا يمت بديننا الحنيف ولا باي دين سماوي بصله. وربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا جميعا. السلام عليكم.